السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام متابعي قناة مملكة الطيور، سنتحدث في هذا الفيديو عن نصائح قبل إدخال ذكر الكناري على الأنثى. يعني إخواني الكرام، بعد جهوزية الطيور نضع عش للأنثى عالي نسبيا في القفص. استعمال عش مع ضرورة استعمال البودرة لمحاربة الفاش حسب البلد، واستعمال أدوات تعشيش تكون مناسبة لحفظ الرطوبة ودرجة الحرارة. يعني بعد جمع الأنثى للعش مباشرة أصدقائي الكرام نصل إلى مرحلة نزع الفاصل بين الذكر والأنثى. في هذه الفترة من الأحسن نزع الفاصل في فترة الغروب إخواني الكرام، والإبقاء على مجشم واحد، المجشم الذي يكون من الجهة التي فيها الأنثى، مع ضرورة تثبيته جيدا، لأن المجشم إذا كان مثبت جيدا فهو يسهل نجاح عملية التزاوج. يعني الاكتفاء من مجشم فقط، المجشم الذي كان من جهة الذكر نزيله من القفص ليبيت الذكر والأنثى على مجشم واحد. وشيء آخر أصدقائي فهو الاكتفاء من أي فيتامينات خصوبة كنت تقدمها لهم سابقا في الماء، يعني الاكتفاء منها بعد إدخال الذكر مباشرة. نصل للتغذية المناسبة لهذه الفترة. التغذية المناسبة لهذه الفترة أصدقائي فهو بيض مسلوق بقشرته، نصف بيضة مسلوقة، في وضعها في إكسسوار مناسب لها إخواني الكرام، وحبوب تغذية الكناري حسب البلد إخواني الكرام. نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم دائما جديدنا، وشكرا.